اول المخرجين اللي تبنوني في السينما واشتغلت معاه فيلم كبير جدا العار فيلم ناجح مع اساتذه ونجوم كبار وكاتب كبير وطبعا مخرج كبير، فكانت فرصه ليا ان انا الشغاله دي تظهر وسط العمالقه وتوالت الاعمال بعد كده. يمكن اكثر حد انا اشتغلت معاه الاستاذ علي عملنا مع بعض حوالي 5 أفلام او 6 أفلام، وعملنا كمان مسلسل نجم بالجماهير. سعيده وجودك يا استاذ علي النهارده والله. كيف حضرتك؟ طبعا فكره ان انا بتكرم، انا طبعا فاهمه انه عن مجمل اعمالي يعني وايه اصل التكريم بيبقى بتدور اجيال بتتكرم لغايه لما خلاص وصلوا للجيل بتاعي، فانه من الطبيعي ان ايهاب تتكرم. لكن الحقيقه التوقيت ومعرفش والصدفه او مقصود انه يبقى السنه دي بالذات، انه بعد 30/6 في سنه 2013 انا بالنسبه لي ده تاريخ مهم جدا. يعني انا اعتقد لو التكريم ده كان السنه اللي فاتت انا ما كنتش حضرته، كنت رفضته، ما كنتش هبقى سعيده ان انا اكرم ابدا في ظل وجود الاخوان. بالنسبه لي السنه دي كانت سنه كبيسه جدا جدا. هي بدات معايا بان انا ما كنتش في البدايه بدافع عن الناس اللي في الاول ما كانش فيه اي ادانه ليا، لكن انا الحقيقه سمعت ناس كتير كانت بتتطاول على اساتذه كبار جدا وعمالقه ورموز لينا في الثقافه وفي الفكر وفي الفن. في الحقيقه ما كنتش مصدقه ان الكلام ده انا بسمعه عادي كده في الاعلام وعلى شاشات التلفزيون. وكان في حمله منظمه ضد الفن بدات باول حد حصل تطاول عليه استاذنا العظيم الاستاذ نجيب محفوظ صاحب جائزه نوبل، اللي المفروض ان احنا مصر تتمنظر على العالم كله ان عندها نجيب محفوظ. ويمكن انا مش حابه يعني فكره الانتاج في حد ذاتها مش شغلتي، واني بعملها وانا عارفه اني مش هكسب وهخسر فلوس، واحنا في وقت يعني مش هنستحمل الخساره قوي. لكن انا فعلا بعملها كحب للسينما، وان احنا لازم نساهم، يعني لازم ما نقفش متفرجين. وانا ما بعرفش اكون سلبيه، يمكن برضه ده شيء في شخصيتي ان انا فايتر شويه، وان ما اعرفش اقف محل سر، ولما اكون مؤمنه بقضيه مؤمنه بفكره بدافع عنها بكل قوتي واشارك ان انا ازاي اجد حل للشيء ده. فانا ان شاء الله بعد العيد مباشره داخله فيلم اسمه يوم الستات، تأليف هناء عطيه اللي هي كتبت لي خط الفوزيه، ده تاني فيلم ليها، واخراج كامله ابو ذكري اللي انا عملت معاها اخر افلامي 1-0. والحقيقه برضو الفيلم يعني كان شيء مشرف جدا. يعني احنا هنا في 2010 فيلم 1-0 اخذ 9 جوائز هنا في مهرجان اسكندريه. يعني انا خدت جايزه اسمها جايزه التفوق والتميز عن دوري في 1-0، وكل العاملين في الفيلم، كل الممثلين والمخرجه والمؤلفه والمونتاج والتصوير، ما فيش اي جزئيه في الفيلم ما اخذتش جايزه. فبرضه كان من الافلام، والحقيقه كل مهرجان كان يخش ياخد العديد من الجوائز. وكان مفاجاه ان اخر جايزه انا طلعت استلمتها لهذا الفيلم كان في مهرجان في روسيا، في بلد اسمها تتارستان. كان مهرجان لدول الاسلاميه في تتارستان، وكانت الجائزه نمره 50. اعتقد ان ده رقم غير مسبوق مش بس في تاريخ السينما المصريه، في تاريخ اي سينما. هو ليه 50؟ لانه مثلا في مهرجان اسكندريه خد يجي 8 جوائز ولا 9 جوائز، وفي المهرجان القومي خد برضه 9 جوائز، وفي جمعيه الفيلم خد برضه 7 جوائز، ومش عارفه ايه. فلم من مصر جوائز كتير، وسافر مهرجانات كتير جدا بره مصر كلها كان الفيلم بياخد فيها جوائز.